في حاجه في البيزنس اسمها العلاقه التبادليه بين العائد والمخاطره. قال لك ايه بقى؟ قال لك لا، ده حضرتك كل ما تزود المخاطر بتاعتك كل ما العائد المحتمل بتاعك غالبا هيزيد. يعني انا ايه؟ يعني انا لو خاطرت براس مال كبير غالبا المفروض ان الارباح تبقى كبيره، بس خد بالك برضه الخسائر من المحتمله هتبقى كبيره. وعشان كده في ناس بقى كتير اللي بتجي لنا، في ناس لما بتيجي تحضر معانا المحاضره دي بتقول لنا ان احنا محتاجين نعمل شيفت كارير، احنا موظفين ومحتاجين ناخد خطوه ان احنا نسيب الوظيفه ونشتغل في مشروع. والخطوه دي انا عملتها بالمناسبه بقالي فتره، لان انا اشتغلت في مدرسه انترناشونال 10 سنين، وبعدين قررت، وانا كان مرتبي ساعتها على ما اتذكر كان قرب ال 10000 جنيه، وقررت ان انا هسيب المرتب ده وهعمل مشروع. فقال لك ان انت كل ما تزود المخاطر بتاعتك العائد المحتمل هيزيد والخسائر برضه ممكن تزيد. فلما تيجي تعمل شيفت كارير ان انت كنت في وظيفه وعايز تعمل مشروع، لازم يبقى عندك شبكه امان ماليه. يعني ايه شبكه امان ماليه؟ احنا بنقدم استشارات لما بيجي حد عنده مشروع وفي مشكله او عايز يعمل مشروع، فبنقدم استشارات. حلو. فيجي ناس يقول لك ايه؟ يقول لي بص انا معايا تحويشه العمر 500000 جنيه وعايز ابدا اعمل بيهم مشروع. فاحنا ننكشه كده نقول له ايه؟ نقول له طب معاك حاجه على جنب كده شايلها من غير ما تقول؟ فيقول لك لا والله ده كل اللي معايا. دي مصيبه سوداء ان انت عايز تحط كل اللي معاك في مشروع. تمام، هو انت طمعان في العائد الكبير بس كمان ما عملتش حساب الخسائر الكبيره، لان لو حصل خسائر كبيره انت ما عندكش امان، ما عندكش شبكه امان، خلاص انت وقعت. فلازم يكون في دايما عندي شبكه امان. لما اجي اعمل مشروع دايما يقول لك ان انا لازم لما اعمل مشروع انا لازم ابقى شايل جزء سيوله على جنب. ودي من ضمن الحاجات اللي بتوقع مشاريع كتير، ان هو يجي يقول لك ايه؟ انا عارف ان انا عندي غلطات بس معيش فلوس ان انا اصلحها. ليه؟ لان انا حطيت كل الفلوس اللي معايا في المشروع، فخلاص انا عرفت ان انا كده كده هيبقى في خساره. فده عرفني حاجه، عرفني ان ما دام كده كده هيبقى في خساره فانا احاول يكون عندي امان. لما يبقى عندي امان ده هيخليني اجرأ شويه ان انا ابدا المشروع. بدل ما حضرتك ما تبقي مثلا معاكي 100000 جنيه وهتبداي بال 100000 جنيه فخايفه ان 100 يضيعوا منك ونقعد مش لاقيين حاجه نعملها. لو حضرتك بداتي بال 50 ومعاكي 50 في البنك فده هيطمنا شويه، مش كده؟